السلام عليكم. هنتكلم النهارده على اول يومين في الدوري الانجليزي وايه اللي حصل في اول يومين. اول ما الدوري ابتدى بماتش بيرنلي ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي يعني ما عملتش اي حساب للراجل اللي هو كومباني، اللي هو يعني قضى معاهم كتير وعيش وملح ومش عارف ايه، وداسوا على وشه في اول ماتش. والماتش خلص 3-0، جونين في الشوط الاول وجون في الشوط الثاني. ابتدى ازاي الماتش؟ ابتدى بإيدرسون، ابتدى باكانجي، بنثان اكي، ابتدى بووكر ولويس، ده المفاجأة. وابتدى مين تاني؟ ابتدى بدي بروينا، بفودن، بهالاند، بالفاريش، ببرناندو سيلفا. فتشكيله ما فيهاش مفاجآت خالص في النص الامامي. المفاجآت كلها كانت ورا، ان هو ابتدى بقلب دفاع اكانجي واكي. اعتقد دي من المرات القليله جدا ان هما الاثنين دول بيبتدوا قلب دفاع وجنب بعض. وايه، ولويس على اليمين. لويس دي بالنسبه لي كانت مفاجاه الصراحه. اي نعم جوفارديول نزل، بس نزل امتى؟ نزل في الدقيقه 75 او 80 حاجه خالص، في يعني في الوقت المتاخر. يعني ال من الهايلايتس بتاعت الماتش ان الماتش نسبه الاستحواذ 86% لمانشستر سيتي. فانت طبيعي تترجم ان الماتش كله كان في النص بتاع بيرنلي. مانشستر سيتي كعادتها منظمه جدا، عارفه منين بالظبط تعرف تكسب. فمن اول الدقيقه 7 ما شاء الله المكنه اشتغلت. هالاند دخل جون من دربكه في نص الملعب، راح حاططها في البعيده، خبطت في العارضه ونزلت جون. فيه رزق، فيه رزق بس برضو ايه، اكيد ده يعني ما جاش بالصدفه، دي من وجهه نظري. ماتش حلو، ماتش تكتيكي كعاده مانشستر سيتي، بتبص على الارض بتروح بتيجي. في حاجه برضو حابب اتكلم عليها. لو بصيت على رودري، مش عشان جاب الجون والله، بس يعني حتى من السنه اللي فاتت، لو مثلا بصيت على رودري مقارنه رودري ببدايه اللي هو السيزون ده، بالوديات، بقفله السيزون اللي فات، مقارنه كل ده بقبل كده، هتلاقي رودري بقى عنده اوبشن الشوت زي السلام عليكم، زي صباح الفل. في ايه يعني؟ بقى بيشوط من اي حته وفي اي وقت ومن اي مكان، ويعني الكوره بقى ما بتطلعش فوق خالص، مش بيطوح، بتعدي جنب العارضه بتيجي جون. فده مثلا اللي حصل في فاينل الشامبيونز ليج وجاب لهم الشامبيونز ليج كده. ده اللي حصل في الوديات كتير جدا، كان رودري بيشوط. رودري بقى عنده الجراءه ان هو يشوط ويزيد بيزيد يعني مش عايز اقول بغشوميه، بس هو بيزيد قوي، يعني بيزيد قوي. فانا شايف ان ده اصلا مش وليد الصدفه، ده مش وليد الصدفه خالص، وكلنا اكيد عارفين كده ان هو من اهم واحلى مميزات جوارديولا، اللي هو ايه، دايما بي ايه بي بيهتم ان هو يزود المهارات، ينمي اللعيب، ان هو ينمي اللعيب. فواحد زي رودري ده لما نماه واداله اهتمام، اهو بص طلع له ايه، بقى عنده مكنه شوط في نص الملعب. وايه، والواد اصلا صغير، بيروح وبيرجع وبيرد بوكس تو بوكس بطريقه رهيبه. وعنده الاجريشن بتاع ان انا لو ما خدتش كوره انا هقطعها، انا هقطع الكوره، هقطعها بقى ايه، بفاول، من غير فاول. فده كان بالنسبه لرودري اللي الصراحه شايف ان هو في الفتره الاخيره، مثلا لو هو كان جامد مثلا 85%، لا رودري دلوقتي الصراحه يعني من اقوى السي دي ام اللي في العالم الصراحه. بعد ما بسكتس خلاص ايه، انت شطبت عالمي، انا شايف ان رودري اقوى سي دي ام في العالم، يعني اقوى بقى من كازيميرو، واقوى من ايه، من اي حد الصراحه. وفي انجلترا كمان بالذات، وفي دوري بالايه، بالشراسه دي. فده كان بالنسبه لرودري. بالنسبه لهالاند، الناس ايه، وانا واحد من الناس طلعت قالت لك ايه، ونفس تخفيله السنه اللي فاتت، قالت لك ايه، هالاند ما لعبش الكوميونتي شيلد حلو زي برضه السنه اللي فاتت، فهو ايه، هيبتدي مش قد كده. الراجل فعلا ابتدى مش قد كده، وحط جونين بس، حط جونين بس. الحمد لله، الحمد لله على كل حاجه. حط جونين، واحد في دقيقه 8، واحد في دقيقه 38. ماتش سهل جدا بالنسبه لمانشستر سيتي. بدايه كويسه يقدروا يصالحوا بيها ايه جماهيرهم بعد ايه، بعد الخساره في الكوميونتي شيلد قدام ارسنال. بس عجبني برضو ان هو ادى وقت الجافارديول، ادى وقت الكوفازيتش، ريح دي بروينا، ادى وقت البالمر، خرج هالاند. جريء بطريقه بشعه، جريء بطريقه تحس ان هو مش بايع على حاجه، يعني ايه اللي هيحصل يعني. بس هو طبعا عارف ان هو كل لعيب بينزله هو عارف هو بيعمل ايه ورايح فين وجاي منين. فمانشستر سيتي بدايه قويه جدا للدوري. ما تاثروش خالص بالحدوته بتاعه الكوميونتي شيلد. وده برضو شغل مدرب الصراحه. بس ده كان بالنسبه لماتش ايه، مانشستر سيتي وبيرنلي. بعد كده يجي ايه تاني يوم برضو، اول ماتش مين يجي؟ ماتش ارسنال ونوتنجهام فورست. ماتش ارسنال ونوتنجهام فورست كان ماتش جميل. بس برضو انا اكتشفت ان ايه، ان كلها بقى عندها المرض بتاع الروتيشن. يعني طبعا انا فاهم ان ارتيتا جوارديولا ده شارب من ده وده جاي من ده، بس مرض الروتيشن بحكم الايه، الاوبشنز اللي كل واحد بقى عنده اوبشنز كتير يقدر ايه يعمل فيها روتيشن براحته. فمثلا هو ايه، ابتدى برامزل، وابتدى بصليبه، وابتدى ببارتي. بس هو يعني برضو يقال ان جابرييل ما كانش سليم 100% ان هو يلعب 90 دقيقه. بس ابتدى بصليبه، ابتدى ببارتي، ابتدى بوايت وتمبر، وابتدى بالثلاثي
لاول مره رايس، هافرتز، اوديجارد، ساكا، مارتينيلي ونيكيتيا. الماتش كان ماشي حلو جدا الصراحه. مارتينيلي ابتدى قدم مارتينيلي بتاع السنه اللي فاتت بنسبه 25%، ابتدى يرجع لمستواه، دي حاجه حلوه جدا الصراحه. انا شايف ان مارتينيلي زي ما قلت قبل كده هو محتاج مباريات. مارتينيلي اديله مباريات واديله جمهور واديله يغلط الناس تسقف له عادي مفيش مشاكل، مارتينيلي هيرجع وهيبقى قوي. في مين تاني؟ في نيكيتيا الصراحه يعني عمليه حسابيه غريبه جدا. اللي هو ايه؟ اللي هو انا ما عنديش مهاجم، طب انا هلاعب نيكيتا هينزل وبيتالق وبيعمل ماتشات حلوه، ما بتبقاش اللي هي ايه عشان ماتشات سهله، لا بس نيكيتا حلو. نيكيتا هو محيرك، انت محتاج مهاجم ولا مش محتاج مهاجم؟ انا يعني حقيقه انا مش عارف. بس برضو الحلو في كده ان هو ان ارتيتا زي ما قلت في الاوبشنز اللي بيغيرها، ان هو مثلا لعب هافرتس نص ملعب، وهافرتس برضو لسه محتاج وقت، مع انه لعب 3 4 وديات، لعب الكوميونتي شيلد، بس جاله فرص برضه في الماتش بتاع نوتنجهام فورست، جاله انفراده من غلطه مدافع ولا اي حاجه. ابتدى بيمسك كرة ومحطة ماشي، بس انت برضه لعيب محتاج منك اكتر من كده، مش محتاج منك اكتر ان انت محطة وان انت ايه تظبط لي الكرة عشان حد تاني يجي يشوط، لا انا محتاج منك اكتر من كده بكتير. فده بالنسبه لهافرتس. بس برضو يعني الناس ما تستعجلش، هافرتس لسه في سيزون يا جماعه، يعني ما حدش بيحكم على حد من ايه من 120 دقيقه يعني، فولا يعني هو اصلا ما اعتقدش ان هو لعب ماتشين كاملين على بعض رسميين. فنتقل عليه بس كده وانا شايف ان هو هيطلع قماش الصراحه مع الفتره الجايه، فشويه وقت. ده بالنسبه لهافرتس. ساكا ساكا نجم. رجله خدت خلاص على الدوري الانجليزي، بقى دايس كل حاجه، بقى عارف زوايا الجون من بعيد بيشوط، تروح في المقص من فوق، يشوط من تحت بتروح جميله. الناس كلها كانت خايفه من دور اوديجارد ان هو يتاثر مع هافرس، لا اوديجارد لسه شغال، اوديجارد لسه هو الرمانه بتاعت نص الملعب. اوديجارد لسه بيطلع ثروهات حلوه، بيطلع سواء ساكا من اليمين، نيكيتيا لقدام، مارتينيلي للشمال. اوديجارد جميل الصراحه. ربنا يبعد عنه الاصابات، هو رمانه نص الملعب. ديكلان رايس عجبني، ديكلان رايس كان ممكن يجيب جونين. انا كنت شايف صراحه ان ماتش ارسنال ده كان ممكن يخلص يعني من 4 ل 5-0، والله مش ببالغ يعني عشان ارسنال فان، بس ماتش ارسنال كان ممكن يخلص بالسهل وبالميت قوي 4-5-0. ده بالنسبه لارسنال. بالنسبه نوتنجهام فورست يعني عملت ماتش عادي، وردة الفعل بتاعتها كانت قوية، بس ده مش من قوة نوتنجهام فورست، ده من ايه؟ من ضعف ارسنال. في الحتة بتاعت ايه؟ في الحتة ان دايما ارسنال عندها مشكله. يعني بيقول لك مثلا ايه الفرقه دي عندها مشكله لما تبقى كسبانه 1-0 دي نتيجه مش مطمئنه، لا ارسنال عندها مشكله لما تبقى حتى كسبانه 2-0. يعني انت كسبان 2-0 مش عارف تمسك كوره، مش عارف تنيم الماتش، مش عارف فهوبا هجمه من على اليمين غفلوك برضه عرضيه ملهاش اي داتا لازمه لابسه في الجون. وده كان السيناريوهات المتكرره في ماتشات ارسنال، اللي هو كان وارد جدا الماتش ده يخلص تعادل. تخيل انت كسبان 2-0 مستريح، وبقولك كنت ممكن تكسب 4 و5-0، بس جون فوق ايه ده ايه التربكه ايه اللي بيحصل ده، هوبا 2-0. فالصراحه يعني المينتاليتي بتاعت ارسنال خاصه مايكل ارتيتا لما بيبقى بيلاعب فريق عادي او فريق كبير وكسبان 2-0 او ايفن 2-1، لازم مش عارف دي بقى هو يتعلمها، ينقلها للاعبين. المينتاليتي بتاعت لا احنا فريق جامد وقشطه، حتى لو خسرانين 2-1 الماتش هيخلص كده صباح الفل، هنعرف نخلصه كده. بس اللعيبه تحس اللي هي مع حتى 2-0 مش 2-1 عليها ضغط، اللي هو ايه ده انا ممكن اتعادل ممكن اخسر اصلا. فالماتش على ملعبك، الماتش على ارضك، بتلعب فرقه زي نوتنجهام فورست، مش تقليل منها، بس اللي هي يعني فرقه اصلا مش توب 10، مش هقول لك توب 4، لا دي مش توب 10 اصلا. فانا نفسي الحته بتاعت اللي هو انا كسبان، انا كسبان وهلعب مستريح وهمسك كوره وهودي من اليمين للشمال وهعمل. فانا نفسي الحته دي الصراحه تختلف في ارسنال، من حيث ايه اللي هو انا كسبان 2-0 2-1 عادي، انا واقف على الكوره مش متوتر. انا من وجهه نظري برضو شايف ان مع وجود ان خيسوس مصاب لحد اخر اول شهر من الدوري 4 اسابيع، انا شايف ان تراوسر المفروض ياخد جزء. انا عايز اقول لك ان تراوسر بيلعب ليفت وينج وبيلعب رايت وينج وممكن يلعب ايه مهاجم. انا عارف اللي هو ايه بنيانه الجسدي ما يساعدوش ان هو يلعب مهاجم، بس هو مهارته ممكن تخليه يلعب مهاجم. هو بيعرف يشوط من خرم ابره زي ما بيقولوا، بيعرف يروح يمين وشمال، وبيعرف يرقص، رجليه حلوه جدا، بيشوط من بعيد. فانا شايف ان نيكيتيا مع تراوسر الفتره الجايه لو بدلوا على المهاجم مش هتحس بايه ده خيسوس مصاب،
قوي يعني. بس هو طبعا خصوص حلو، بس يا رب ما يطولش ويحصل زي السنه اللي فاتت. عشان كده الصراحه الموضوع ابتدى يبوخ قوي، ان خصوص ايه، كل ما تكون عايزه يتصاب، ولما بيرجع بيكون بعيد، وده مش ذنبه، ده زي اي لاعب هيتصاب محتاج وقت عشان يرجع، ده في وجهه نظري يعني زي خصوص. ايه تاني، ده كان بالنسبه لماتش ارسنال، والحمد لله الماتش ايه خلص 2-1 وايه وثلاث نقط ايه سعيده يعني. نيجي بعد كده لماتش ويست هام وبورنموث. ماتش ويست هام وبورنموث كان ماتش حلو على فكره. الماتش فيه طفره، فيه طفره لاداء ويست هام قويه جدا. بن رحمه فايق، مش عارف هو واخد ايه الصراحه ده، ولا يعني صيدليه بحالها. بن رحمه فايق، بويم فايق، انطونيو فايق، باكيت فايق، العيال دي كلها فايقه الصراحه. بوين بقى ياخد تعليمات، ان هو مش بقاش بقى ايه بوين اللي هو لازم يمشي من على الجنب ويرقص او يمدها ويجري وراها ويحطها مثلا ار2 في البعيده، لا بوين بقى يضم للنص تحت المهاجم تحت انطونيو، ودي تعليمات جديده، انا اول مره اشوف بوين اصلا بيعمل اللقطه دي. بن رحمه فايق جدا، شغال مع باكيتا في نص الملعب، برده بينزل نص الملعب بيطلع الوينج يعرض. فويست هام خطره جدا. الماتش خلص 1-1، خلص 1-1 من كره عاديه جدا كانت بتتشاط من نص الملعب لبورنموث. سولانكي لقاها قدامه، رقص الجون وحطها، جون حلو الصراحه، يدل ان هو مهاجم تقيل وايه واقف على رجله، مش جات له رقشات عملها اي حاجه. ماتش كان كويس جدا، بدايه موفقه جدا لبورنموث، خاصه الماتش كان على ارضها بتلعب فرقه تقيله. ويست هام لسه كاسبه بطوله في اوروبا السنه اللي فاتت. ف بدايه موفقه لبورنموث، بس مش موفقه قوي لويست هام، خاصه ان بس الماتش كان بره ارضها. ايه عادي صباح الفل يعني. ده اول ماتش. بعد كده ماتش ايه برايتون ولونتون تاون. لونتون تاون تحس ان هو متفاجئ، وحقه طبعا، هو بيلعب برايتون هتلعب اوروبا السنه دي، فماتش زي ده كان تقيل عليها ان هي تاخده، ايه ده ان هي جت الدوري الانجليزي. فبرايتون فريق متكامل. ديزيربي برضو فيه حته عايه بتاعه ايه الروتيشن، بحكم برضو الاوبشنز. معاه فرقه محترمه قوي الصراحه. عنده مثلا ورا استوبينيان ده كان في منطقه الجزاء وبيشوط وعايز يجيب اجوان يعني الصراحه، يعني مش فاكر عمل اسيستات ولا لا. بس ده بالنسبه لاستوبينيان. عنده في نص الملعب مارش، عنده ميتوما. فرقه متكامله. ميتوما برضو عمل ماتش حلو جدا وعمل اسيست. بالنسبه لقدام عنده ستورج ايه انا ايه عنده ويلبك، عنده جواو بادرو، وعنده فيرجسون. الصراحه الثلاثه انا شايفهم متكاملين. ويلبك يعني ما طربش قوي الصراحه، انا شايف ان ويلبك لسه لعيب ممكن يبقى موجود تعتمد عليه. وكاسم ويلبك برضو صراحه لاعب ارسنال ولاعب مانشستر يونايتد، فمتمرس دوري انجليزي. عنده برضو جواو بيدرو عمل ماتش كويس جدا، كان ممكن بالميت قوي يجيب له جونين ثلاثه، جاب بينالتي ولعبها جاب جون، ضيع جونين الصراحه. فيرجسون نزل مكانه بعد كده راح حاطط جون برضو، حط كره في العارضه. لا فرقه تقيله برايتون، فرقه تقيله، فرقه ايه تحترم. عاجبني جدا طريقه اللعب بتاعها. بالنسبه للونتون تاون فرقه يعني هي لسه ايه بتستكشف، لسه ايه بتحسس على الدوري، عشان ايه ده، بس هي خبطت في فريق تقيل، فريق قوى نفسه في الميركاتو كويس جدا، فريق هيلعب اوروبا السنه دي. فده بالنسبه له كانت ايه ماتش ايه تحضيري. تعال نشوف حتى الجون اللي جه، الجون اللي جه فيهم ما يعني جون عشوائي بشع يعني. فده كان بالنسبه لبرايتون ولونتون تاون. مين بعد كده؟ نيجي ل فولهام وايفرتون. الملعب كان بتاع ايفرتون، والماتش كان على ارض ايفرتون. ايفرتون عملت كل حاجه في الكوره حقيقه. كان 90 دقيقه ما فيهمش ولا هجمه لفولهام غير الجون، يعني بجد انا ما بهزرش ما ببالغش يعني. خش اتفرج على الماتش او اتفرج على الهايلايت. ايفرتون ضيعت 3 كور في العارضه. مان اوف ذا ماتش لينو، الجون بتاع فولهام، بيقول لك عامل 9 سيفز، يعني عامل 9 تصديات منهم 8 كانوا يعني ايه فوق مرحله الخطوره. جابت جون ايفرتون، جابت جون واتلغى عشان كان فاول ومش عارف ايه. فبدايه غير موفقه لايفرتون الصراحه. حتى جون دايش لما طلع بعد الماتش واتكلم سالوه ايه رايك في الماتش، قال لهم الصراحه يعني انا مش عارف نعمل ايه. احنا في اول الشوط الاول عملنا كرييشن او قدرنا نعمل 8 فرص حقيقيه على المرمى بس ما جاتش جون. الشوط الثاني كان فيه 4-5 وهم عملوا هجمتين جات منهم واحده جون. ده يدل ان احنا محتاجين نشتغل، بس برضو يدل ان احنا عملنا فتره اعداد كويسه وكان البريبريشن بتاعنا كويس. فده مش معناه ان احنا وحشين، معناه ان حظنا كان وحش. وبنوعد الجماهير باللي جاي حلو كده. وفعلا هم عملوا ماتش حلو جدا، 3 كرات في العارضه. لينو ما شاء الله عليه ربنا يحميه يعني، واخد مان اوف ذا ماتش وشايل كميه كوره رهيبه يعني. اللي جاب الجون
واللي عمل اسيست ما حدش فيهم واخد مان اوف ذا ماتش، لينو هو واخد مان اوف ذا ماتش. فده حاجه كويسه جدا الصراحه بالنسبه لينو، انا بحبه وفرحان له. ده كان بالنسبه لايفرتون وفولهام. بعد كده شيفيلد وكريستال بالاس. بالنسبه لشيفيلد وكريستال بالاس برضو عجبني في الماتش ده ان شيفيلد مش مخضوضه، ايه ده انا في الدوري الانجليزي وبلعب كريستال بالاس. بس كريستال بالاس متمرس صايع، عارف يكسب ازاي. شيفيلد ضيعت فرص بس ما كانتش الفرص المحققه اللي هي ايه يا خساره ده خسرت يعني بالعافيه. لا هي ما خسرتش بالعافيه. كريستال بالاس عملت ماتش، عندها ايزي في نص الملعب لعيب يعني هو المتحكم دلوقتي، هو النجم بعد زها، في ايو في ادواردو ده من سنتين لسه جايبينه من الدوري الاسكتلندي، كان خارب الدنيا وعامل ارقام قياسيه جديده جدا، هو اللي جاب الجون الوحيد. ايو كسر على اليمين وراح لعبها عرضيه، ادواردو حطها، ضيع جونين تاني ادواردو. الماتش ده كان ممكن يخلص 2 و3. ايو معودنا اللي هو بيبتدي ايه الدوري الانجليزي السهم بتاعه لفوق وبعد كده بينام، فين ايو ما حدش يعرف. بس كريستال بالاس ليها شكل كويس، بدايه حلوه خاصه ان ما كانتش بتلعب على ملعبها. شيفيلد يونايتد موجوده مش اللي هي الفريق اللي هيبقى المهزأ اللي هو عمال يخسر كل الماتشات على طول، لا فرقه موجوده وهتلعب وكانت بتضيع جوان يعني، بس برضو لسه الخطوره بتاعتها مش اقوى حاجه اللي هي تقدر تقول عليها حتى فريق متوسط، فاهمني؟ يعني مثلا لو برينتونفورد وتشيفيلد، لا برينتونفورد هتدوس على تشيفيلد، فهي حتى لسه ما وصلتش لمستوى برينتونفورد. بعد كده يجي الماتش اللي انا مستني اتكلم عليه الصراحه اكتر من مانشستر سيتي وارسنال، ماتش نيوكاسل واستون فيلا. معلم انا عايز اقول لك نيوكاسل فريق مرعب، والله العظيم من غير مبالغه، نيوكاسل فريق مرعب بجمهوره، باللعيبه، بالجون، بالدفاع، بخط الوسط، بالهجوم. ايه ده؟ في ايه بجد؟ في ايه؟ في عيال يعني عملت اعاده اكتشاف لنفسها بطريقه رهيبه. في ايزاك كان جامد وكلنا كنا عارفينه في الدوري الاسباني، بس مش كده. ايزاك بيعمل كل حاجه في الكوره. ويلسون نزل اعتقد 10 15 دقيقه جاب جون. الميرون فايق قوي، الميرون لبس مارتينيز انذار. وحتى الجون اللي جه كانت عرضيه عاديه جدا، يعني عرضيه عاديه جدا، واتكنز جاي يلعبها بدماغه في الجون، لا مشيت بالعرض تاني، راح ديابي حطها جت جون. فحتى الكلين شيت تحس ان هي ضاعت بصعوبه قوي ان استون فيلا تعبت. واستون فيلا مش فريق صغير يعني، استون فيلا فريق تقيل ورخم، واتكنز، ديابي، لويس دين، فرقه مارتينيز في الجون، مين تاني، مينجز المدافع. ففرقه تقيله، فان هي يحصل فيها كده في اول ماتش، يمكن لسه ايه البدايات ولسه مستوعبوش ان الدوري ابتدى وان اجازه ومش اجازه ومش عارف ايه. بس نيوكاسل فرقه تقيله جدا. هارفي بورنز اتكلمت عليه، نجم الارتو بتاعته دواء، ان الارتو وسريع جدا. يعني لما الناس لما مثلا كانوا بيتكلموا ان تيليمنز مش عارف رايح فين عشان ليستر سيتي نزلت وراح استون فيلا، انا كنت بسال فين يا جماعه بورنز، يا جماعه مين هياخده ازاي؟ فرقه من التوب 6 مش عايزه بورنز ده نجم. فراح قال لك لا اصل هم عايزين يبيعوه ب 50 مليون فنيوكاسل خلصته ب 45. صفقه جميله هتريح نيوكاسل جدا، خاصه ان هي هتلعب في كذا بطوله، دوري وتشامبيونز ليج وفي 2 كاس. فانت دلوقتي بتتكلم عندك في ايزاك في الميرون وايزاك وويلسون وبارنز، عندك تونالي يا جماعه، ده الراجل ده لسه جاي جديد ما لعبش غير 3 4 ماتشات وديه. ايه ده دريبلينج، بينزل يستلم ويلف بالمدافع اللي في ظهره ويخش بوشه ويرمي يمين ويرمي شمال. جاب جون في اول ماتش ليه. دي برضو بتبقى يعني ايه ان هو ايه بشرة خير. الواد نجم وعنده واخد تعليمات بان هو يضم في النص. اول جون جه كده بالظبط 1 2 على الجنب، الكوره نزلت على رجله راح نتش في الجون. مارتينيز شايل 3 4 تجوان. فالصراحه انا شايف ان نيوكاسل فريق مرعب جدا بامكانيات رهيبه تؤهله، مش ان هو يخلص توب 4، بتاهله ان هو يكسب دوري. والله ما ببالغ، انا شايف ان دلوقتي الدوري فعلا اللي هو يقول لك مثلا ده توب 4، لا انا شايف ان الدوري السنه دي من وجهه نظري التوب 3 اللي في الدوري هو مانشستر سيتي وارسنال ونيوكاسل، مع احترامي بقى لمانشستر يونايتد، مع احترامي لليفربول، مع احترامي لتشيلسي، مع احترامي لكل الناس دي كلها، دول التوب 3 يعني لحد دلوقتي اللي انا شفته. احنا لسه النهارده في في تشيلسي وليفربول وتوتنهام هيلعبوا، بس لحد دلوقتي نيوكاسل فريق هيبقى مرعب، هيدوس على وش ناس كتير جدا في الدوري الانجليزي.
فانا مبسوط جدا بنيوكاسل، مش عارف ليه حاسس ان ايه ان هم ولادي قوي. بس نيوكاسل عامله اداء صرفه، ومدرب باهر العالم الصراحه. معاهم فلوس، ما صرفوش في العبط اللي هو صرف، مثلا راح جاب لعيب ب 100 مليون، لا عاديه خالص ب 60 و70 وكده. جاب اسماء بس برضو ما فيهاش النجم اللي هو يعني. في اسماء كانت مطروحه في السوق زي نيمار، وقال لك نيمار ومش، لا قال لك لا فكك خالص من اللي الاسماء اللي تعمل دوشه دي، وانا هجيب عيلين ثلاثه. راح جاب تونالي وجاب بارنز. ايه ده، ايه الحلاوه دي. نيوكاسل رهيبه، العيال بقت حافظه بعض. يعني مش كلها راكبه على بعض بقالها كتير، بس الكيمستري رهيبه. لما دخلت بينهم تونالي واحد بيعرف ينقل الكرة على الارض بسرعه، وبساطه الافنشنسي بتاعتها عاليه جدا. ايه ده بيلعبوا كرة جميله جدا، مع خط دفاع محترم زي بوتمان وتريبيه. لا فرقه تقيله قوي، فرقه يعني عدت مرحله اللي هتبقى فرقه مرعبه. بس كده، ده كان كل اللي حصل في اول يومين في الدوري الانجليزي. خلينا نشوف النهارده هيحصل ايه مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام. انبسطت معاكم جدا، شكرا، اشوفكم على خير.